استثمر فلوسك في نفسك، مش في الشغل بس ومش في المعدات بس ومش في المشروع بس. استثمر فلوسك في نفسك. انت اساس المشروع، انت اللي بتجيب الفلوس، فانت لازم تبقى كويس. اتعلم تكون مدير احسن، زود مهاراتك، اتعلم كل حاجة بتطلع جديدة. كرم نفسك علشان انت اللي بتجيب الفلوس. ظبط نفسك كده وادي لنفسك الامكانيات المناسبة، لان انت العنصر الاساسي اللي بيجيب الفلوس. انت اللي بتجيب الفلوس، مش المشاريع اللي بتجيب الفلوس من نفسها. فزي ما قلت لك، انت الحاجة الاساسية، انت اللي بتقدم ده. فبدل ما تفضل تستثمر في المشاريع وفي المعدات وفي اي حاجة انت بتعملها، استثمر في نفسك. اتعلم تكون النسخة الأحسن من نفسك، لأن أنت الأساس وأنت اللي بتجيب فلوس. وده درس مهم جدا، في ناس بتتعلمه بملايين. فبعد إذنك، قبل ما تدخل أي مشروع جديد، اتعلم وطور نفسك الأول، وجهز نفسك مظبوط للحاجة اللي أنت داخلها، علشان ما تكتشفش في الآخر إنك شغال عند الشغل. دي أهم معلومة لازم تعرفها. فاستثمر في نفسك، ده أحسن استثمار ممكن تعمله في حياتك. لو عاوز تشوف فيديوهات أكتر زي دي، تتعلم اكتر عن البيزنس والتسويق، اعمل لي فولو واعمل لايك وسيف للفيديو.